تقول صاحبة القصة: اسمي ود وعمري 30 سنة. بدأت قصتي في بيت أشبه أني أقول عليه معتقل أو سجن. أبوي تزوج أمي وهي صغيرة مرة، عمرها 15 سنة. أهل أمي ماديتهم سيئة، وأبوهم اللي هو جدي عنده بدال البنت 9 بنات، فكان يزوجهم الأول واحد يدق الباب كذا عشان يرتاح منهم. وكان نصيب أمي مع أبويا. واللي ما كان يعرفه جدي إن أبويا خريج سجون. تخيلوا إن جدي حتى ما كلف على نفسه يسأل عن الرجال اللي جاي يخطب بنته. اتزوج أبويا أمي في خلال أسبوع وأخذها وكانت صغيرة مرة يا عمري، وانصدمت بزوج مجرم مع الأسف. أيوة مجرم بمعنى الكلمة، وراح تعرفون ليش. بدأت حياتهم بزوجة عبد مأمور وما لها أي حق تفتح فمها، وعاشت مع زوج متسلط كل شيء يصنع منه مشكلة ويمد يد عليها. وطبعا أمي ما وراها ظهر أصلا. حملت أمي من ثاني شهر من زواجها، وفي الشهر السابع أجهضت ومات الجنين. ولما خرجوه حصلوا ولد. طبعا أمي ولدت في البيت بطريقة شعبية جدا. طبعا أبويا بدل ما يوقف معاها لما عرف إنه ولد قام وضربها وهي تنزف، وقام يشتمها بأقذر الألفاظ ورماها بالشارع. أخذوها الجيران وداووها واهتموا فيها إلى تعافت. ولما تعافت رجعوا أخذها بكل بجاحة من جديد. حملت بعدها بفترة قصيرة وتم حملها هذه المرة. ولما ولدت جابت بنت، وأبويا لما عرف إنها جابت بنت صار يضرب كل شيء قدامه ويضربها إلين ما خلع كتفها. متخيلين دبها والدة. وبختصر لكم إنها بعد البنت هذه جابت 5 بنات. ولكم أن تتخيلوا بكل ولادة أبويا إيش سوى فيها. كسر يدها، عمى عينها اليمين، جرحها براسها. كان إنسان مجرم، والإجرام يجري في دمه. يعتبر أي شخص قدامه ضحية، وأنا ود الضحية الثالثة أو البنت الثالثة إن صح التعبير. كبرت وأنا أشوف أمي ضعيفة ومكسورة، ما كانت تتكلم ولا كنا نسمع صوتها إلا بالأيام. اكتشفنا بعدين إن من شدة التعنيف اللي تعرضت له أمي مصابة بمنطقة النطق بالدماغ، وإن أمي ما كانت ساكتة بمزاجها. كنت أشوفها تطبخ من الصباح للظهر وتحضر كل أنواع الأكل لأبويا عشان يطفح، وإذا ما أعجب الأكل أو كان فيه لو ملاحظة صغيرة ياخذ الأكل وهو حار ويقلب على أمي، وجسم أمي يتشوه بالحروق بدون أي مبالغة. ما أذكر إن أمي نامت يوم بدون حرق أو جرح أو حتى كدمة، وما كان يوديها المستشفى لا بإصابات ولا بولادة. كل شيء بالبيت وممنوع عنها المستشفى. كبرت وأنا قلبي ينحرق على أمي، وأقول بنفسي بيجي اليوم اللي أخذك من يدين هذا المجرم، بس اصبري عليه. ما أعرف أنا من بين خواتي ليش كان فيني تمرد غريب وفيني قوة غريبة، وكأني أخذت شيء من إجرام أبويا فيني. كنت أكره أي أحد يعاملني بلطف، أي بنت تضحك لي في المدرسة أضربها. كل شيء غلط سويته، طولة لسان، مد يد، مشاكل مع المعلمات والطالبات. كنت مصيبة حقيقي في المدرسة، كنت مصيبة. كل مرة يستدعون ولي أمري ما حد يجي. هذا الشيء اللي كان مطمني أساسا. ما أعرف كيف تخرجت من الثانوي ومصايبي كذا بمعدل ممتاز. كانوا المعلمات أصلا يستغربون أن مصايبي كثيرة كذا ومشاكلي أكثر، لكن بالاختبارات أجيب أعلى الدرجات. عجزوا أنهم يفهموني، وأنا بعد عجزت أني أفهم نفسي. أخواتي اللي أكبر مني واحدة وقفت دراستها في المتوسط لأن أبويا زوجها وأخذ مهرها عشان يتاجر فيه، والثانية ثانوية ووقفت الدراسة لأنها هي وافقت على الزواج عشان تفتك بالعربي. وجاء دوري الآن بعد تخرج من الثانوي إنه يزوجني وياخذ فلوسي، لكني حلفت إني ما أتزوج وأترك أمي له ولو على موتي. جاب لي عريس من الشارع نفس التصرفات ونفس الطبع، وبكل قوة قلت لا. قال ما عندي بنت تفرض رايها. قلت خلاص أنا ولد وماني متزوجة لو تموت. دخلت الغرفة، أخذت المقص وقصيت شعري زي الأولاد. ومن هنا تغيرت هيئتي تماما. لما دخل العريس وشافني بهذا المنظر قال لأبوي إيش هذا ولد ولا بنت؟ عرفت كذا أني ما راح أتزوج ولا أحد بيقبل فيني، واعتمدتها بالحياة. فقال لي أبويا وقتها أنا ما جبتك عشان تبقي عالة على قلبي، إذا ما تزوجتي روحي توظفي وجيبي لي فلوس، أما تجلسي ببلاش ما عندي. طيب بتوظف. وأنا بالواقع قدمت أوراقي على الجامعة وانقبلت بتخصص مناسب يكون له مستقبل وظيفي بدخل عالي، وأقنعت أني أنا اللي بدفع فلوس السواق عشان أروح وأجل دوامي من راتبي والباقي أعطيه هو. وافق طبعا. بعد ما انقبلت بالجامعة قدمت على وظيفة مسائي عشان أقدر أسلم راتبي سكته، وكان راتبي ولا شيء 2000 ريال تقريبا، لكني قلت له أن راتبي 1500 باخذ منها 500 عشان السواق وال1000 خذها أنت كلها. وافق لأنه أصلا ما يشتغل إلا بتجارة الممنوعات، عاطل وعالة على البيت. فصار الموضوع كذا 1000 أنا أخذها و1000 أعطيها أبويا.
غير مكافأة الجامعة، كنت أجمع المكافأة مع راتبي وأعطيه 1000 شهريا. ما أخفيكم كل ما أتذكر كيف كانت الأيام متعبة، حتى ما أقدر أنام من كثر الانشغال والكرف. أداوم بالجامعة إلى الساعة 3 العصر، وبعدها من 4 إلى 11 موظفة استقبال في فندق. كان الفندق هذا قريب من الجامعة مرة، وبعدها أرجع البيت يا دوب أذاكر وأنام وأصحى اليوم جديد. وساعات ما أقدر أنام لو كان عندي اختبار أو مشروع. كانوا البنات بالجامعة يحتقرون شكلي المبهذل والسواد اللي تحت عيني. كنت شخصية انطوائية جدا، أو بالأصح خوافة وما أبغى أحد بحياتي. إلين ما جاء يوم وأنا جالسة بكافيتيريا من كافيتريات الجامعة، جات بنت وقالت لي ما في كرسي فاضي إلا هنا، عادي أجلس معاك؟ قلت لها أجلسي، يعني أنا ماسكتك عنه. جلست وطلعت كتاب تقراه ولفتني عنوان الكتاب، كان اسمه لا تحزن. حسيت بفضول ودي أقراه، بس ما ودي أفتح باب للبنت إنها تتعرف علي صراحة. أكلت البنت وقرأت الكتاب شوية، لقامت وخلت الكتاب على الطاولة. توقعت إنها نسته، مرة فرحت، قلت بقراه ولما أنا أخلص برجع لها. أخذت الكتاب وخرجت، ولما جلست بزاوية عشان أقراه فتحت أول صفحة ولقيتها كاتبة: إهداء إلى صاحبة العين الحزينة، من قلبي لقلبك يا ود، لا تحزن إن الله معنا، تذكريها دايما. قرأت الكلمات وأنا مصدومة، كيف عرفت إني باخذ الكتاب؟ كلماتها حسستني بشيء مرة حلو، شيء حلو لدرجة إني أول مرة أحسه. أقرأ الكتاب بلهفة صفحة ورا صفحة، وأنا أحس إن كل كلمة قاعدة توصل لقلبي، وتقولي لا تحزني ربي بيفرجها عليك. مرت الأيام، وفي يوم كنت رايحة الجامعة ما انتبهت إن أبويا جاي يراقبني، وفجأة وأنا نازلة في شخص ماسكني من العباية وساحبني للسيارة، وصار يصرخ ويضرب في جسمي كامل، ضرب موتني من قوته. وما أعرف كيف أقول لكم إن أخذني المنطقة مهجورة وأنا أصرخ، لكن ما في أي أحد يستجيب. كان فعلا إنسان مجرم بالفطرة، وعشان يتأكد إن جريمته ما تنكشف خرج أداة حادة وقطع لي رقبتي وهرب بسرعة. لحسن حظي ومن لطف ربي فيني إن كان عندي جوال ثاني أخبيه بملابسي عشان ما يعرف عنه شيء. مديت يدي للجوال وأنا الدنيا تغبش قدامي ورقبتي أشوف الدم يمشي بالأرض. اتصلت بالشرطة وما أتذكر إلا أني قلت الحقوني أبويا ذبحني، وبعدها ما عاد عرفت عن أي شيء. كنت أسمع أصوات غريبة وصافرات وأصوات ناس تتكلم، بس ما أقدر لا أشوف ولا أتحرك ولا أني قادرة حتى أفتح عيني. وقتها قلت خلاص أنا ميتة، تأكدت أني ميتة، لكن في شيء يقول لي أني أنا لسه حية. كيف قاعدة أسمع اللي حولي؟ كنت أسمع صوت قرآن جنبي، أحد يقرأ لكن ما أعرف مين. فجأة فتحت عيني، غرفة بيضة، جو بارد، بالقوة أشوف. سمعت صوت يقول فتحت عينها يا دكتور. لحظة، أنا بالمستشفى؟ يعني أنا ما مت؟ جاء الدكتور ووقف قدامي وصار يناديني: ود أنتي تسمعيني؟ أشرت له أني أسمعه. جالس يكمل الفحص ويسألني إيش آخر شيء تتذكرينه. بدأت أسترجع الموقف وأشوف أبويا قدامي هو قاعد بالأداة الحادة يقطع رقبتي. أصرخ وأبكي وأقول بعدوا عني، ونمت بعدها. ظاهر إني نمت، أنا ما أدري نمت ولا أغمى علي. صحيت اليوم الثاني وفي يد ماسكة يدي، التفت لقيتها واحدة جالسة جنبي وأعرفها كويس بس ما أذكر وين. جلست أتأملها وأنا ساكتة إلين ما تذكرتها. هذه البنت اللي ادتني الكتاب، إلا والله هي. قلت لها كيف عرفت إني أنا هنا؟ قالت ارتاحي الآن، لما تقومي بالسلامة بحكيك عن كل شيء. وبالمناسبة أنا عبير. جلست تقرأ قرآن واستوعبت إن هذا الصوت هو نفس اللي كنت أسمع وأنا بغيبوبة. يا الله، هي معايا من متى هنا؟ صوتها مريح. نمت وأنا أسمعها. صحيت والدكتور عندي وضابط ومحقق يسألوني عن اللي صار. حاولت إني أستجمع قوتي وأقول لهم كل شيء صار. قال لي عندك دليل؟ قلت لا، لكن أبويا أساسا مجرم ويتعاطى ويتاجر بالممنوعات، تقدروا تتأكدون بنفسكم. وأعطيتهم اسمه وعنواننا. خرجوا ودخلت عبير عندي، شافتني أبكي، جلست عند راسي وصارت تمسح بيدها على شعري، تقول أنا كنت متأكدة إنك مو زي ما تظهري للكل، إنك قوية وعنيفة وتكره الناس. كنت عارفة إنك بالحقيقة مكسورة وبداخلك هم كبير، وأنا أختك. ما راح أقول صاحبتك، لا أنا أختك. كلميني بأي وقت، ترى سجلت رقمي بجوالك باسم عبورة الأمورة عشان تتمسخري علي كل ما شفت الاسم. ضحكت وقلت لها ليش قاعدة تسوي هذا كله؟ انتي تعرفيني؟ ما أعرفك، بس أنا كمان لي قصة طويلة مع جبروت أهلي، وفهمت من شكلك وملامحك وتصرفاتك إنك تقاسميني نفس المعاناة. تقدري تقولي المنحوس يحس بالمنحوس زيه.
أمزح معك، بس أضحك يا شيخة بلا تكشيرة. بس تذكري لا تحزن إن الله معنا. تركتني وخرجت وصارت تجيني كل يوم إلين ما كتبولي خروج، وما كنت عارفة أروح وين. رحت وظيفتي لقيتهم فصلوني، شرحت لهم الظروف لكن ما قبلوا فيها. بالجامعة لقيت الدكاترة كلهم فاهمين الوضع من قبل ما أتكلم. فهمت إن عبير أخذت لي أعذار من الكل وزبطت وضعي. رجعت بيتنا وتوقعت إني ألقى أبويا في وجهي، لكن ما لقيته، ولقيت أمي وأخواتي. وبمجرد ما شافوني صاروا يصرخون ويبكون ويقولون بسم الله بسم الله، جن ولا أنس؟ فجعت أقول لهم أنا ود والله أنا ود. قامت أمي تصرخ وتبكي وتحضني وتقول كيف أبوك قال لنا إنه ذبحك؟ أبوك قال إنه ذبحك لأنه شافك مع شخص بوضع مخل للآداب وما تحمل وتخلص منك، وطلبنا إنه ما عاد نسأل عنك ولا عاد نجيب طاريك. قلت هو وينه؟ قالوا له أسبوع مسافر. قلت أسبوع؟ كم لي أنا غايبة عنكم؟ قالوا شهرين. قلت شهرين وأنا بغيبوبة؟ أخذتني أمي لحضنها وجلست أبكي وحكيت أمي عن كل شيء صار لي، وأمي انهارت معايا وجلست تدعي عليه إلين ما نمت بحضنها. لكن فجأة صحيت وأمي تقول ود قومي اهربي بسرعة أبوك جاء. قلت خليه يجي أنا بوقف في وجهه. أمي تقول لا الله يخليك قومي اهربي، روحي بعيد لا يعرف إنك باقي حية، ما راح يخليك والله. أخذت عبايتي بسرعة وخرجت وما أعرف فين أروح. جلست أفكر، عندي بحسابي مبلغ كويس مرة، تجميع مكافآتي وراتبي. سافرت المدينة ثانية بعيدة عن مدينتي واختفيت عن كل اللي أعرفهم، وكل تواصلي كان مع عبير. هناك طلبت الحماية من الشرطة وحكيتهم عن كل شيء وتجاوبوا معايا، وقال لي الضابط أبد أنت بحمايتنا إلين ما نمسك أبوك متلبس. وتعاطف معايا هذا الضابط وأخذ لي سكن صغير وقال لي بطلع لك كل شيء يعرف فيك، وانتي ابني حياتك هنا من الصفر. اعتبري ان ما عندك اهل وانك انولدتي من جديد. اثق فيك يا بنتي لا تخيبين ظني. قدمت نقل من جامعتي الاولى الى الجامعة اللي انا فيها بمساعدة عبير، وعادلوا المواد وكملت دراسة بالجامعة الجديدة. توظفت وبنفس الوقت ما نسيت امي، وقلت والله يا نهاية ابويا على يدي وما حد بيوقف بوجهها غيري. تابع الضابط قضيتي ومراقبة أبويا طول الوقت. أخذ الموضوع شهور لأن أبويا كان موقف بعد ما توقع أن تخلص مني، خاف يكون مراقب، وأنا أتابع أخبار أمي من عبير. بعد سنة قال لي الضابط إن الآن في اشتباه لعملية متاجرة ويمكن نقبض عليه هذه الفترة، حابة تواجهي كمان بقضيتك وندينا بالجرائم هذه كلها؟ قلت إيوة طبعا من غير أي تردد. وفعلا في أيام مسكوه متلبس بالقضية، ومباشرة أخذوني لمدينة أهلي. وما أحكي لكم كيف كانت صدمته يوم شافني قدامه بالمحكمة، بغى ينجن وصار يصرخ ويصيح. قلت للقاضي كل شيء وسلمت التقارير الطبية اللي تثبت الاعتداءات هذه كلها. سجلت عليه قضية شروع بالتخلص مني ومتاجرة بالممنوعات، وبعد جلستين قاضي عليه بالسجن لمدة 30 سنة. خرجت من المحكمة وأنا توي فعلا أحس أني الآن فعلا أنولدت من جديد. رحت لأمي على طول وحضنتها وجلست أبكي وأقول لها أخذت حقك. ما نمنا من الفرحة هذيك الليلة، ما حد أشفق عليه، كلنا كنا فرحانين كأننا عيد. احتفلنا وخرجنا وسوينا كل شيء بخاطرنا. وقلت لأمي وأخواتي أنا بالمدينة الفلانية أدرس هناك، راح أكمل دراستي وأرجع لكم. عارضتني أمي لكني أصريت وقلت لها برجع لك لا تخافين، وراح أجيك بكل إجازة، خلاص ما عاد في شيء يخوفنا، وبرسل لك فلوس كل شهر تكفيك وزيادة، راح أعوضك عن كل شيء عشتيه أوعدك. رحت بمساعدة الضابط اللي أعتبره أبويا الحقيقي، وعمري ما راح أنسى جميلة عليا ولا عبير صاحبتي وأختي اللي لولا الله ثم هي كان ما عرفت أصبر وأكمل. كملت دراستي، تخرجت، وظفت في وظيفة مرة كويسة، وأقنعت أمي أني أكمل في المدينة اللي شفت نفسي فيها. تعلمت السواقة وصرت معتمدة على نفسي. ونسيت أقول بعد تخرجي بفترة بشرني الضابط أن أبويا مات بالسجن، وانتهت قصة مجرم بعدالة ربي، نهاية يستحقها. أنا الآن في وظيفتي في منصب إداري، راتبي ممتاز جدا. أمي وأخواتي حياتهم تحسنت كثير، كملوا أخواني تعليمهم واللي يشتغل واللي يدرس. شلنا أمي من الأرض ملكة، تعالجت مع طبيبة نفسية أشرفت على حالتها إلين ما تحسنت كثير وصارت إنسانة غير. أمي حبيبتي اللي تحملت الويل علشاننا، اذكروها بدعواتكم. وأحب أقول لكل شخص يحس إن همه ما راح ينتهي ولا راح يرتاح تحزن، إن الله معنا. انتهت القصة. الرأي الشخصي حسبي الله ونعم الوكيل، لا من الأب اللي مات ولا من أب الأم المسكينة، لا وإنا إليه راجعون.
القصة هذه وصلتني من وحدة أعرفها، تعرف صاحبة القصة. لما قرأت القصة جاني كذا ضيقة وجاني بس عدالة ربي جدا جميلة والله. وبس هنا وصلنا نهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تضغطون على زر اللايك، تشتركون في القناة، مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن. كان معاكم رون، سلام.